سلام حبيباتي، صحة فطوركم، صوم مقبول وذنب مغفور عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال يا ربي أجمعين يا ربي. قبل ما نبدو الوصفة تاع نهار اليوم، نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق عليه أفضل صلاة وسلام. حبيباتي اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي البوراك، وصفة ولا أروع، وصفة ولا أروع. ما كانش وصفة اقتصادية أكتر من هاك، ما كانش، ما نظنش كاينة وصفة تاع بوراك تكون اقتصادية وما تكلفش أكتر من هذه، وأكتر من هذا الشيء تكون بنينة بنينة روعة. نبداو بالوصفة على بركة الله. عندي هنايا 2 حبات بطاطا وتكون الحجم متوسط، نقيتها وغسلتها ونقيتها، وراني نقطع فيها هكا مكعبات صغار باش طيب لنا بالخف. راح نغليها هذه البطاطا في الماء باش ما تاخذلناش وقت طويل. نقطعها هكا مربعات باش بالخف الطيب معانا، ما تشدلناش كامل الوقت. هذه الوصفه راح نضيف لها الماء يكون هنايا مغلي، راه طابخ كما راكم تشوفوا. راح نديرها، ما نديرها لا ملح لا والو، راح نديرها فوق النار حتى تفيض معايا. هنا بعد ما فاضت وصفيتها من هذاك الماء، نحطها هنا وراح نمرسها هكذا بهذه الاداه حتى تولي عندي تنمرسها كامل. بعد ما درت لها الملح، اكيد الملح نديرو حسب الذوق، ما نساوش بلي غادي نديرو الفرماج. هنا عندي كميه معتبره من الفرماج، انا درت هذا النوع تاع الفرماج. عندي هنايا معدنوس مقطع، وعندي علبه تاع طون تاع الزيت، وهنا عندي حبه صغيره متوسطه، ماهيش صغيره ماهي كبيره، تاع بصله راني مقطعتها هكذا رقيقه كما راكم تشوفوا. هذه البصله ما راح لن ندبلها فوق النار في المقله لا والو، راح نديرها ديريكتومون هكذاك مقطعه خضره في خضره. راح تعطيها واحد البنه، والله صدقوني بنه ولا اروع. راح اللي تذوقها ما هاش تعرف كامل باش راهي مخدومه هذا البوراك. انا بالعاده ندير هذا الفرماج تاع الشيف، مي هذه المره درت هذا الفرماج تاع الباطا تاني. هذه نوعيه جيده، المهم نتوما ديروا نوعيه تكون جيده تاع الفرماج. ما نساوش رشه فلفل الكحل، راح يعطيها واحد البنه روعه. هذا مكان، هذا ما فيها الوصفه تاعنا، وصفه قلت لكم اقتصاديه ولا اروع. هنا بعد ما قطعت البورك تاعي هكا نصفين، راح نبدا نشكل في البورك تاعي. راح ندير لكم حبه الاولى هكا سيجار، نتوما ديروا اي طريقه تعجبكم. انا بالعاده نديرها سيجار، مي هذه المره درته مثلثات يعني كل صامصه. نديروا كميه مليحه معتبره من الحشوه في الحبه، ونقفل عليها كما راكم تشوفوا في الصوره هكا باش توضح لكم الصوره هكذا. نظن كامل تعرفوا تقفلوا هذا القفيل، غير بنياتنا وخواتاتنا الصغارات اللي مازالوا يتعلموا. هذه هي، نعاود ندير حبه من قدامكم هكذا. نديروا كميه مليحه معتبره من الحشوه اللي هي اقتصاديه وسهله وما فيهاش كامل مكونات بزاف. نقفلها هكذا، ما نديروا لها لا لاصق لا فرينه لا والو. وهنايا الحبه كي تشوفوها بقات لكم هذاك الطرف الزائد، قلعوه غير هكا بالخدمه. وريتها لكم باش تعرفوا الطريقه. هنا شوفوا شحال دارت لي هاد الكميه اللي درتها، دارت لي 9 حبات. هي الحبه تاع البوراك، القابسه تاع البوراك فيها 10، بقات لي حبه ما فيهاش، يعني 9 حبات كما تعرفوا. درت انصاص يعني 9 في 9 18 حبه. هنايا درت الزيت سخن مليح، تشوفوا سخن. عاد نبدا نقلي البوراك تاعنا، تحطيه في الكوتي اللي راها تاع الحبه اللي
غلقناها باش ما تنحللناش في المقله هكذا. نتمنى تكونوا فهمتوني. ونقليها هنا بعد ما نشوفها طابت من التحت راح نقلبوها على الكوتي الاخر حتى تاخذ لنا ديك التحميره الشابه، ونخرجوها بيان سور نديروها في بابي اوبسوفون باش تشرب كامل داك الزيت اللي فيها، اللي راح يبقى فيها. هذه المقله الزوجه. قلت لكم هذا البوراك والله صدقوني من اروع الحشوات اللي درتهم. يعني شوفي والله العظيم غير يديها للحم. هي زعما نقولوا هي اللحم لا يعلى عليه، بصح تاني ماشي دائما، ماشي كل يوم اللحم، سورتو في شهر رمضان الكريم ما راحش نديرو دائما اللحم، نوعوا في الحشوات. هذا مكان، وهذه هي الوصفه تاعنا بعد ما قليتها. شوفوا يجي مقرمشين ولا اروع. هنا نعطيكم النصيحه، كي تبغوا تقلوه عاد فاخصوه ديريكتومون وقلوه، يعني ماشي تفاخسيه مع الصباح وتخليه تقلي حتى مع العشيه، راح كما تعرفوا البطاطا فيها الماء وراح يتشمخ لكم كامل. يعني الوقت اللي تبغي تقليه تما بيه فيه فاخسيه وقليه. شوفوا الحشوه كيفاش تجي من الداخل، تجي فوندو، تجي دايبه، ما عندي ما نقول لكم والله يصدقوني تجي ولا اروع. والله ماني نشكر فيها غير هكاك تلمو بنينه، ما لقيتلهاش الوصفه اللي نوصفها لكم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت الرضا تاعكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء والاحبه. نتمنى تصوموا رمضان بصحه جيده، والى فيديو واحد اخر حبيباتي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.